هل تعلم أن بعض المنازل تبدو فاخرة من الخارج، لكنها تخفي مشكلات خطيرة في الداخل؟ والصدمة أن هذه المشكلات قد لا تظهر إلا بعد سنوات. فكثير من الناس يركزون على المظهر الجميل ويهملون جودة الأساسات والتنفيذ، فقد تجد صباغة فاخرة وإضاءة جميلة وأرضيات مكلفة، لكن خلف الجدران قد تكون هناك أسلاك ضعيفة أو أنابيب رديئة أو حتى تشققات مخفية. والمشكلة أن إصلاح هذه الأخطاء بعد الانتهاء من المنزل يكون أصعب وأغلى بكثير. لذلك لا تنخدع بالمظهر وحده، فجودة البناء الحقيقية تكون في التفاصيل التي لا تراها. هل تعتقد أن الناس اليوم يركزون على الشكل أكثر من الجودة؟ اكتب رأيك في التعليقات.